حيلة كل سنة بتاعت شم النسيم، ازاي هنلون البيت بتاع شم النسيم بألوان زاهية وجميلة وفي نفس الوقت تكون مش مضرة وينفع ناكله بعد كده. ويلا بقى من غير ما نضيع وقت كتير، يلا بينا هنبدأ. الألوان بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها بحاجات موجودة عندنا بالمطبخ وحاجات بناكلها عادي جدا. يلا بقى ورقتك وقلمك واكتبي معايا يا ست الكل. اول حاجه البنجر من المعروف ان هو بيدي لون بامبا زاهي وجميل جدا. اول حاجه بنغليه مع البيض عادي خالص، بعد كده بنضيف له الخل وكمان بنضيف له الملح، ودي نفس الخطوات اللي احنا هنعيدها في كل حاجه بنضيفها. وبعد كده بنحتفظ بالميه نفسها ونحط فيها البيضه ونسيبها لغايه تاني يوم الصبح في التلاجة. تاني مكون هنستخدمه هو الكابوتشا اللي هي لونها بيربل، دي هتدينا لون، والمفاجاه ان اللون مش بيربل، اللون هيكون ازرق. برضه نفس الفكره ان احنا نسلقه مع بعض كده ونضيف له الخل ونسيبه في التلاجة. تالت لون هو الكركم معروف ان هو يدينا لون اصفر، كل ما نزود الكميه كل ما هيدينا على لون اورنج شويه. كمان اللون اللي بعديه هو اللون الاورنج اللي بنجيبه من قشر البصل اللي هو الاصفر، ده بيدي لون اورنج جميل قوي، وحتى مش بيحتاج ان احنا نسيبه في التلاجة لتاني يوم، هو بيطلع على طول مع غليان الميه معاه، وده بيبقى شكله بيبقى جميل قوي. كمان اللون الاحمر بنطلعه من قشر البصل الاحمر بنغليه معاه، وده بيحتاج ان احنا نسيبه في التلاجة. وده كل الالوان اللي احنا طلعناها في الكوبايات بتاعتها. وتعالوا نطلع واحده واحده كده ونشوف هيبقى شكله ازاي. ولان اهم من الشغل هو تظبيط الشغل، فاخترنا البيز ده ان احنا نحطه تحت البيض عشان يدي شكل جميل قوي. واول لون هنبتدي بيه هو اللون البينك من البنجر، ده شكله بعد ما بنطلعه على طول برده بننشفه كويس قوي لان هو بيتاثر ببصمات الايد، وخدوا بالكم اللون ده بيتاثر مع الوقت فنحاول ناكله على طول. اللون ده بقى بالنسبه لي كان تحفه، بتاع اللي هي كابوتشا لونها بيربل. وبعد كده طلعت اللي هو بتاع البصل الاحمر مدي اللون الاحمر اللي هو الطوبي ده، وبعد كده الكركم، وهنا قللت الكميه عشان اطلع لون اصفر فاتح وناصع كده بالشكل ده. والمفاجأة بقى اني لما غليت البيضة مع الكركديه وسبتهم في التلاجة اداني لون انا متوقعتوش خالص، اداني لون الاخضر الجنزاري الغامق ده، طبعا توقعت يطلع احمر. واخر حاجة قشر البصل اللي هو الاصفر، وده كان الشكل النهائي تحت اضاءة الشمس. بجد يا جماعة كان رائع قوي، واهم حاجة ان كل دول يتاكلوا بألف هنا من غير ما يعملوا اي مشاكل. ايه رأيك بقى ان احنا مش بس هنكتفي بتلوين البيض وقشره، لكن احنا كمان هنقشره وهناكله وهو مش ملون. عايزاكي تقلقي منه خالص، لان كل الالوان اللي هستخدمها في الفيديو هي الوان طبيعيه وامنه جدا عليكي وعلى الاولاد. يلا بينا نبتدي بسرعه. اول حاجه نحتاجها هو ان احنا نسلق البيض، كل الكميه هنحطها ونحط عليها الميه وطبعا شويه الملح اللي هيخليهم يتقشروا بسهوله. وهنحضر معانا بقى البنجر ونبتدي ان احنا نقطعه قطع صغيرة كده عشان تطلع كل اللون اللي جواه، وهنسلقه في الكنكة ونحط عليها المية. وطبعا لازم نضيف الخل والملح اللي هم هيثبتوا اللون ويطلعوه. وبعد ما نغليه نسيبه يبرد شوية ونبتدي بقى في الكابوتشا اللي هي لونها بيربل، هنبتدي نقطع منها شرايح كده وهنعمل فيها نفس العملية في البنجر بالظبط. هنحطها في الكنكة ونحط عليها المية والخل والملح وهتتغلي على النار لغاية ما تطلع كل لونها. بعد ما سلقنا بقى البيض نسيبه يهدى شوية ونبتدي نطلع واحدة واحدة ونقشرها ونحاول ما ندمرهاش كده على قد ما نقدر. بعد كده بقى بنجيب مية البنجر بعد ما بردت ونحطها في الكوباية، نحط المية بتاعتها كده في الكوباية لغاية ما نملاها ونسيب حبة صغيرة عشان نحط فيهم البيضة تتنقع فيها. هنحاول نسيبها على الأقل 3 ساعات جوه التلاجة عشان تاخد أكتر لون ممكن. والمية الزرقاء دي بقى هي المية اللي غلت فيها الكابوتشا بعد ما سقعت، وحطيت عليها البيضة واستنيتهم 3 ساعات وده كان شكلهم. تعالوا بقى نخرج واحدة واحدة ونشوف العظمة دي. بصوا يا جماعة البنجر حلوة قوي قوي، واللون فعلا يعني ساتوريتد جدا بجد، وكل ما نسيبها اكتر زي ما قلت لكم اللون هيزيد. وده شكل الكابوتشا. في واحدة بقى حبيت اعملها لونها فايلت، فحطيتها شوية في اللون بتاع البنجر وشوية حطيتها في الكابوتشا فادت لي لون فايلت كده لذيذ، وده كان شكلها. تعالوا افرجكم بقى العظمة دي بعد ما نفتحها ونشوف شكل البيضة من جوه. بص بجد شكلها من جوه حلو ازاي. انا بس في حاجة عايزة اضيفها، انه الطعم مش بيتأثر بالكابوتشا او بالبنجر على قد 3 ساعات، بس طبعا كل ما نزود المدة كل ما ممكن ياخد من طعم الحاجة اللي اتنقع فيها. وبس كده بألف هنا. واخر طريقة بقى هي بالنسبة لي احلى طريقة لتلوين بيت شم النسيم، والمرة دي بقى مش احنا اللي هنلونه لكن هنسيب احباب الله يعملوها بنفسهم. وبرده كل الالوان اللي هستخدمها هي الوان طبيعية ومش مضرة خالص. اول حاجة نبدأ بيها هو سلق البيض، وهنحتاج كمان بيكنج صودا، هنجيب كمية كبيرة شوية عشان نحط منها على قد الالوان اللي احنا نستخدمها. وبعد كده هنحتاج الالوان الطعام اللي هي نضيفها على الاكل عادي خالص، بس مش هنحتاج منها غير الالوان الاساسية بس، زي مثلا الاصفر وكمان الازرق والاحمر. وباقي الالوان كلها نطلعها من الالوان الاساسيه.
وبعد كده عشان نعمل بقى معجون من اللون هنحط المية شوية شوية ونضيفها بالدرابر دي او باي حاجة، ونبتدي نخلط كده لغاية ما يدينا الاحساس البيست ده بتاع اللون، وهكذا في كل الالوان لغاية ما يدينا الاحساس ده. وده كان شكلهم بعد ما خلصنا كل الالوان. وعشان انا بقى بخاف من احباب الله جدا فبدات ان انا احط كرتون تحتيهم، وحطيت البيض وحطيت الالوان وفاجئتهم. وبدأوا بقى الفن والإبداع، وكان وقت ممتع قوي. حطوا أي لون على أي حتة ودخلوا الألوان في بعض، وده بالظبط اللي أنا كنت محتاجاه عشان ندخل بقى على التفاعل اللي أنا حطيت عشانه البيكنج صودا. إن احنا استخدمنا الخل، والخل ده حطيناه في الطبق ده، وبدأنا بالدروبر بقى إن احنا نحط على بيضة بيضة عشان ندخل الألوان في بعضها ونعمل تفاعل. نحط مثلا كده. انا بعرف. شايفين الصوت؟ بعد بقى ما نخلص التجربة مع الأطفال نبتدي نشطفها وننشفها بالمنديل، ودي بقى كانت أحلى طريقة لتلوين بيت شم النسيم، وفي نفس الوقت بألوان آمنة جدا. ولأن يوم شم النسيم ما بيكملش من غير الإيستر باني، فأنا جاية أثير الجدل وأقول لكم أهلا بيكم في سلسلة سليهم قبل ما يتسلوا عليكي. المرة دي بقى قررنا نعمل الإيستر باني. كل اللي احنا عملناه ان احنا دورنا على بنترست على كلمة باني دروينج، وبعد كده حملنا الشكل ده عشان نحاول نرسم زيه كده على الكرتونة دي، وده لما رسمته بالرصاص، وبعد كده بدأت ألون فيه حاجات بسيطة كده عشان أديله معالم شوية. طب بذمتكم مش كيوت؟ المهم بقى بدأت ان انا اقصقصه بره الكرتونة وافرغ البطن بتاعته كده بالكتر بالشكل ده، علشان هو ده اللي احنا هنشتغل عليه، واللعبة اصلا تعتمد على الجزء ده. وهنا لما حاولنا نفصل شوية الجزء ده من بقية الباني، وهنستخدم السلوتيب العريض ده ان احنا بقى نلزق على ظهر الباني السلوتيب ورا بعضه بالشكل ده. نجيب بوم والبوم دي هنديها للاطفال يعملوا بيها الابداع اللي هم عايزينه، اي الوان واي احجام بقى، ويعملوا التخيلات اللي هم عايزينها. البوم دي بتشتروها من اي مكتبه كبيره، بس لو ما لقيتوهاش مفيش اي مشكله، ممكن حيله كده ان احنا بنجيب قطن عادي خالص، وبنبتدي ان احنا نعمله شكل الكوره ونستخدمه بدل البوم عادي جدا، وهيدي نفس برضو الاحساس او احساس بني لطيف قوي برضو. وكل سنه وانتم طيبين.